يحدث كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اولالا 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 اللي يوزع. لما نيجي نتكلم على الاهلي يا احمد الموسم ده، الاحصائيه اللي اتذكرت 14 مباراه 7 فوز و5 تعادل وهزيمتين، تعني ان في عدم استقرار. في مش الاهلي اللي تبقى دي ارقامه، خاصه الاهلي بتاع الموسم اللي فات اللي هو مع كولر حقق كل شيء الموسم الماضي. 5 بطولات، ثالث كاس العالم للانديه، اداء ممتع في كل المباريات، بيفوز باريحيه، بيفوز بسلاسه على كل المنافسين، بيسجل في كل الفرق. اعتقد انه اكتر مدرب سجل ثلاثيات مع النادي الاهلي يا احمد في السنوات الاخيره كمدرب. الفريق قدم اداء جيد. كان ليه كل ده؟ الارقام دي كلها اتحققت أيوة. الموسم اللي فات لان في هدوء، في استقرار، مفيش مجامله في اختيارات كلاعبين، اختيار دايما اللاعب الجاهز، تجهيز كل اللاعبين، ودي المشاكل اللي احنا بنعاني منها الموسم ده. النقطة تانية، يعني هذا الموسم فيه مجاملة في الاختيارات. النقطة الثانية رحيل حمدي فتحي ومحمد شريف وعدم تعويضهم. أنا بقارن الموسم ده بالموسم اللي فات. رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري ومحمد شريف للسعودية، وعدم تعويضهم بلعيبه تسد الفراغ بتاعهم. الاثنين كانوا مهمين جدا، خاصه حمدي فتحي كان عنصر اساسي في نص الملعب، والطريقه اللي غيرها كولر بال4-3-3، وكان دايما كانه راس حربه متاخر حمدي فتحي مع المجهود الدفاعي اللي بيعمله. فانا بقارن الموسم ده بالموسم اللي فات، زائد عدم التعاقد مع المهاجم الصريح اللي في كل مباراه بنتكلم عليه. هبوط مستوى اغلب اللعيبه الموسم ده فرديا وجماعيا، التنظيم كان سيء داخل الملعب، بقينا بنقبل اهداف في مباريات كتير، العشوائيه في الاداء، مفيش شكل واضح للنادي الاهلي غير الموسم اللي فات تماما. فدي مقارنه الموسم ده بالموسم اللي فات. النادي الاهلي نادي نتائج ونادي اداء. يا احنا في المكان ده كان موسيماني كسبان بطوله افريقيا وبنتكلم عليه وبننتقده طبعا، لان مش النادي الاهلي ابدا، ولو كولر استمر بالشكل ده اكيد رصيده بيخلص عندنا وعند جمهور الاهلي. احنا يهمنا في النادي في المقام الاول النادي الاهلي يبقى في احسن صوره وفي احسن اداء بغض النظر عن الاشخاص اللي يعني انت موجودين. كلاعب ونجم مسابق الاهلي انت غير راضي تماما عن طبعا ما يحدث في النادي الاهلي الان. مفيش حد يرضى عن الشكل اللي بيظهر ويتحمله كولر طبعا بشكل كامل، زي ما هو الموسم اللي فات كلنا اشدنا بيه ان هو صاحب النتائج وصاحب الانجازات اللي اتحققت، هو المسؤول عن الوضع النادي الاهلي. كولر هو المتحمل المسؤوليه. من ضمن النقاط كمان التغييرات اللي حصلت، تغييرات اداريه داخل الفريق. دي من ضمن الحاجات اللي بتهد استقرار الفريق. كابتن سامي مدرب من المدربين المحترمين معانا وعارف قيمه الكلام اللي انا بقوله لك. الثبات وانسجام وتناسق المجموعه عليه عامل مهم جدا في النتائج الايجابيه.